أخي العزيز، أنا أخاطبك من القدس، وأنا أخاطبك من فلسطين، وأنت تعلم الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، وأنت تعلم المعاناة الكبيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، وخاصة مدينة القدس وما تعانيه هذه المدينة المقدسة. يعني يريدوننا أن نلتهي بصراعات جانبية، بخلافات طائفية، يريدون إثارة الشرذمة والفتنة بين المسلمين والمسيحيين، أو حتى بين المسيحيين وبين المسلمين بكافة طوائفهم ومذاهبهم، لكي لا نلتفت إلى فلسطين، لكي لا نلتفت إلى القدس. عندما نلتهي بخلافاتنا الطائفية وبالفتنة وبالتعصب وما إلى ذلك الذي يريدوه لنا ولأمتنا العربية، لن يكون عندنا وقت لكي ننظر إلى مدينة القدس. أنا أعتقد بأننا كمسيحيين وكمسلمين لا يجوز لنا أن نضيع البوصلة. بوصلتنا هي القدس، بوصلتنا هي فلسطين، بوصلتنا هي وحدتنا الوطنية الإسلامية المسيحية. هذا واجب ملقى على عاتق كل العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحي. لا يجوز أن نقبل بهذا الواقع الذي يرسمونه لنا ويريدونه لنا في مصر أو في العراق، أو حتى بعد إذن قد يكون في فلسطين أو في مناطق أخرى. أنا أعتقد بأن المؤامرة كبيرة جدا، والمؤامرة تهدف إلى إضعافنا، إلى إضعاف بنيتنا، إلى إضعاف كياننا الداخلي، لكي يتسنى لهم تمرير مشاريعهم العنصرية في القدس وفي فلسطين وما إلى ذلك. إذا ما كانت هنالك قضية حماية، إذا ما كنا نحن كمسيحيين مضطرين أن نطلب حماية، فنحن نطلب الحماية من المسلمين ولا نطلبها من أي جهة أخرى. نحن نطالب المسلمين بضرورة أن يحموا الحضور المسيحي في المشرق العربي، سواء كان هذا في فلسطين أو في العراق أو في مصر أو في أي قطر عربي. نحن لا نلجأ إلى أي جهات أجنبية أو غربية. نحن وإياكم، نحن والمسلمون نشكل الأمة العربية الواحدة. وأنا أعتقد بأن مسؤولية الحفاظ على الحضور المسيحي في هذا المشرق هي ليست مسؤولية مسيحية فقط، وإنما هي مسألة إسلامية أيضا. المسلمون الحريصون، وهم كثر والحمد لله، المسلمون الحريصون على مصلحة الأمة العربية هم مدعوون أن يعملوا من أجل الحفاظ على الحضور المسيحي في هذه البلاد وفي هذه الأرض المقدسة. نحن لا نطلب حماية أحد. الحماية تأتينا أولا من الله، وثانيا من جيراننا ومن إخوتنا وأحبتنا المسلمين الذين نحن وإياهم نشكل الأسرة الواحدة والوطن الواحد والقضية الواحدة والأمة الواحدة. هل نقلتم وجهة نظركم هذه إلى الكنائس الأخرى في المنطقة؟ هل هناك تنسيق بينكم وبين هذه الكنائس لبلورة وجهة نظر معينة أو رأي واحد بالنسبة لهذه التحديات والأخطار التي هذه ليست وجهة نظر، هذه ليست وجهة نظر، هذا هو موقف الكثير من الكنائس الأرثوذكسية والكثير من الكنائس المشرقية من كاثوليكية وأرثوذكسية وإنجيلية. نحن انتماؤنا هو لهذا المشرق، نحن نلتفت إلى هذا المشرق، ومرجعيتنا في هذا المشرق، لا نلتفت لا شرقا ولا غربا. هنا مرجعيتنا، وهنا انتماؤنا، وهنا تاريخنا، وهنا جذورنا. وبالتالي إذا ما كانت هنالك حماية يجب أن تقدم للمسيحيين المستهدفين، هي من المسلمين أولا وقبل كل شيء وقبل أي طرف آخر. نحن ما هو مطلوب منا في هذه المرحلة، سواء كان هذا في مصر، ومصر بلد عربي كبير له أهميته وله ثقله. يعني هنالك مؤسسة دينية مهمة في مصر اسمها الأزهر، وأنا أقول لك أيضا بأن أكبر تجمع مسيحي في منطقة الشرق الأوسط موجود أيضا في مصر. لذلك أنا أعتقد بأن ما يرسم لمصر ولغيرها من الأقطار العربية هي مؤامرة كبيرة جدا، خيوطها تنصب في مصلحة
لا يريدون الخير لا لأمتنا ولا لشعوبنا ولا للمسلمين ولا للمسيحيين، ولذلك علينا أن نتصدى لمؤامراتهم.